بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة يا بنات حبيت أشارك معاكم يوم الخبيز بتاعي، حاجة كده جميلة وتملي بيتك بركة بريحة العيش، وحاجة حلوة قوي. فكرنا كده بأيام زمان واللمة بتاعت زمان. أول حاجة أنا بنخل الدقيق مبدئيا كده. كل كيلو دقيق بياخد معلقة ملح صغيرة ومعلقة خميرة ومعلقة سكر صغيرة. زي ما انتوا شايفين كده انا بحط الملح، بحفر له حفرة كده في الدقيق وادوب الملح بالمية، وابدأ بقى ادوب كده لحد ما اشرب الدقيق كله بالمية، وابدأ اعجن بقى. في الوقت ده بكون محضرة الخميرة بتاعتي وحاطة معاها شوية سكر ومعلقتين دقيق، وبدوبهم بشوية مية دافية واسيبهم علشان يتفاعلوا مع بعض. الخميرة بتاعتك لو ما تفاعلتش ولقيتيها كده كويسة يبقى ما تعجنيش بيها. زي ما انت شايفة الخميرة بتاعتي كده، دي نشطة وزي الفل. طبعا لو خميرة بيرة هتبقى احسن بكتير، احسن من الخميرة الفورية. ببدأ بقى اعجن لتي فيه بقى يجي ربع ساعة، تديله عرق كده ويبقى زي العسل معاكي. انا هفصل بقى لحد ما بخلص لت فيه براحتي، وهوريكم في الاخر انا وصلته لحد فين. زي ما انت شايفة كده عرقه جميل وعجينة عاملة زي الملبن. بتلميه وتغطيه بقى وتحطيه في مكان دافي، بيخمر على حسب الجو عندك من ساعة لساعة ونص، وعلى حسب الكمية طبعا. زي ما انت شايفة العجين ملبن اهو. بلمه بقى كده كويس، ما بخليش حاجة على الطروف، واركنه كده بقى. بعد ما خمر معانا زي ما انت شايفة، انا حبيت اوريكي الخمر العجين بتلاقيه شبك كده معاكي كده يبقى خمر، وطبعا حجمه بيزيد. ببدأ بقى اقرص العجين بتاعي. انا حبيت اوريكي برضو التقريص ازاي عشان تبقي واخدة بالك، العجين يبقى وشه من ظهره معروف. انا مبدئيا كده بجيب الحاجة اللي هقرص عليها، سواء صينية بقى طبلية. لو انت عايزة تعملي على الرخامة بتجيبي قماشة نظيفة ويا دوبك كده ترشي عليها رشة مية خفيفة، وبقرص على دقيق. زي ما انت شايفة انا حبيت اقربهولك برضو ان انا اوريكي التقريص ازاي اهو. بنبدأ نقرصها. السرة بتاعت العجين بتبقى من فوق، بحيث يبقى الوش بتاع الرغيف هو اللي من تحت، علشان ولا يقشف منك. زي ما انت شايفة وشه هو انا بحطه من تحت. انا حبيت ان انا ادقق على الحتة دي عشان تركزوا فيها كويس. امي اللي قاعدة بتساعدني بقى يوم الخميس ده ما بتحبش تسيبني لوحدي، ربنا يديها الصحة يا رب وما تحرمش منها كده وتفضل تساعدني على طول. ببدأ بقى بخلص الكمية بتاعتي كلها. طبعا انتي بقى على حسب الكمية اللي حابة تعمليها. انا كده كده بخبزه وبيتشال في الفريزر، اول ما يبرد تطلعيه كأنك لسه خبزاه بالظبط. اخلص الكمية بقى بتاعتي كلها وابدأ اغطيها واركن لحد ما اخلص كل الكمية بتاعتي. بعدين نبدأ بقى ايه في التبطيط، برضو هوريكي ازاي اهو. انا كده بقى بقلب الرغيف. السرة اللي كانت على الوش بنقلبها بحيث وش الرغيف يبقى هو اللي من فوق، وما بتقعديش تقلبي في الرغيف رايح جاي، وشه بيبقى من فوق علشان ما تبهدلوه. زي ما انت شايفة كده انا ما بقلبش الرغيف وانا ببطط اهو على عدلته. الوش انا عايزاه من فوق يفضل لامع وجميل معاكي، وتلاقي الرغيف منور كده. انا فرشة بقى على الطبالي برضو. انا عندي بقى كده ملايات انا ركنها للخبيز اهو. زي ما انت شايفة اهو، بجيبها من على الصينية اقلبها على الطبلية، وهرجع اقلبها تاني لما اجي احطها تساب ترتاح. يعني هو كده ارتاح معانا بعد ما قرصناه، نبططه ونرجع نريحه تاني على الطبالي اهو. نفرد وش الرغيف معاه من فوق، اجي احطه على الطبلية تاني اقلبه، اخلي وشه هو اللي من تحت
هوريكي الحتة دي ازاي برضو، علشان انا عايزة وش الرغيف يفضل لامع معاكي ولا يشقق منك ولا اي حاجة. اهو زي ما انت شايفة كده انا بشيله على عدلته، اما اجي احطه على الطبلية اقلبه زي ما انت شايفة كده، نغطي ونحط رق كمان، وهكذا. في الحر بتحطي بس هما رقين. هنا بقى كده اهو بناخد بقى الرغيف كده الظهر اللي معايا من فوق، نيجي نخبزه نقوم قلبينه تاني، بحيث الوش هو اللي تحت معايا ولا يقشف ولا اي حاجة. اهو زي ما انت شايفة نقلبه وندخل على الفرن. بالنسبة بقى للجماعة اللي ما عندهمش طبعا فرن خبيز، ممكن تجربي تخبزيه في فرن البوتاجاز، بس طبعا تعمليه على اعلى درجة، وتبقي مخلية الصاجة تحت خالص على النار مباشرة، والشواية تبقى طالعة. بس اكيد طبعا للأمانة مش هيبقى زي بتاع فرن الخبيز. بس بنخلص بقى الكمية بتاعتنا كلها، يبرد نعبيه في الأكياس ونشيله في الفريزر. حاجة كده جميلة، لقمة في البيت نظيفة، حاجة انتي ضامنة عاملاها ازاي لولادك. اتمنى تجربوا وصفتي، حاجة سهلة وبسيطة. ولو عجبتكم وصفتي ما تنسوش تعملوا لي لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.